هل جربت يوما أن ترد بالصمت بدل الغضب؟ أن تعبر بنظرة بدل عتاب طويل؟ أن تترك الحديث كله خلفك وتمضي بصمت يشبه الهزيمة لكنه في الحقيقة قمة الانتصار؟ الصمت ليس ضعفا كما يظن البعض، الصمت فن، لغة لا يجيدها إلا من اكتشف قوته الحقيقية. نحن نعيش في عالم صاخب، الجميع يتحدث، يصرخ، يشرح، يبرر، يهاجم، لكن القليل فقط منا يمتلكون الشجاعة ليقولوا كل شيء دون أن ينطقوا بشيء. الصمت لا يعني أنك لا تملك الرد، بل يعني أنك تملك من القوة ما يكفي لتختار السلام على الجدل، والهدوء على الفوضى، والرحيل على التوسل. نعم، أحيانا يكون الصمت أقوى من كل الكلمات. حين يكسرك شخص وتقرر أن لا تشرح له كيف فعل، ولا تطلب منه أن يفهم، ولا تحاول حتى أن تبرر مشاعرك، حين تمضي فقط وأنت تعلم أنه سيشعر بثقة لغيابك أكثر بكثير من أي كلمة كنت ستقولها. الصمت في بعض المواقف عقاب راق، وفي مواقف أخرى حماية لكرامتك، وفي كل الأحوال هو قرار ناضج لا يفهمه إلا من جرب أن يتكلم كثيرا ولم يجد نفعا. كم مرة قلت كل ما في قلبك ولم يفهم شيء؟ كم مرة بررت ووضحت وبكيت وصارحت، وفي النهاية شعرت أنك كنت تتحدث لجدار؟ الحقيقة المؤلمة أننا نرهق أنفسنا بالكلام مع من لا يريد أن يفهم، ونستهلك مشاعرنا في شرح أبسط حقوقنا، بينما كل ما نحتاجه أحيانا نظرة حاسمة وصمت طويل. الصمت يربك لأنه يجعل الآخر يراجع نفسه، يسأل: ماذا تقصد؟ هل غضبت؟ هل انسحبت؟ هل انتهى كل شيء؟ لكنك لا تجيب، فتدعه يفكر، يحترق، يحاسب نفسه، بينما تحافظ أنت على سلامك. الصمت لا يعني الاستسلام، بل النضج، هو ما نلجأ إليه حين ندرك أن بعض المعارك لا تستحق خوضها، وأن طاقتنا أغلى من أن نهدرها في جدال عقيم أو تفسير لا يقدر. في العلاقات الصمت يفضح أكثر من الكلام. حين تحب أحدهم وتتعب من التوضيح وتقرر أن تصمت، فأنت تقول له ضمنيا: لقد شرحت كفاية وفهمت أنك لا تنوي أن تفهم. وفي الصداقة حين يتكرر الأذى لا تصرخ، فقط اصمت، وسيدرك من يستحق أن يخسرك ماذا خسر. وفي حياتك عموما تعود أن ترد بالصمت على الاستفزاز، أن ترد بالابتسامة على السخرية، وبالتجاهل على التحقير، لا لأنك ضعيف بل لأنك كبير، لأنك تعرف أن كل ما يريده الضعفاء هو أن يسقطوك إلى مستواهم، وأنت أكبر من ذلك. الصمت ليس غيابا عن الموقف، بل هو أحيانا الحضور الأقوى فيه. الصمت ليس تجاهلا، بل هو أعلى درجات الاهتمام بنفسك. الصمت لا يعني أنك لا تملك كلمات، بل يعني أن كلماتك أغلى من أن تمنح لمن لا يفهم قيمتها. في النهاية اختر معاركك بحكمة، ولا ترهق نفسك في شرح من أنت، فمن يحبك سيفهمك من نظرتك، ومن لا يريد أن يفهمك لن تقنعه بمليون كلمة. اصمت، لكن اجعل صمتك رسالة. اصمت، لكن لا تسمح لأحد أن يفسره ضعفا. اصمت، لأنك تعلم أن الزمن كفيل بأن يشرح ما عجزت أنت عن شرحه. وفي صمتك عش بسلام، فأجمل الانتصارات أحيانا هي التي تحدث دون أن يسمعها أحد.